هو مش طبيعي اصلا انه يفضل متمسك بيكي. مش طبيعي لما واحد يجي كده يتقدم لك ويقول لك انك معجب بيكي وتقولي له لا انا حاسه ان احنا مش مناسبين او مش حاسه بحاجه ناحيتك، انك تبقي منتظره منه ان هو يفضل يحاول، وانه لما ما يحاولش تقولي لا هو لو هو كان بيحبني بجد كان هيفضل متمسك بيا ويحاول مره واتنين. لا، هو واصل له انك مش عايزاه، فعمره ما هيفضل متمسك بيكي. زي لما تقولي لحد كده انا مش مستعده ومش جاهزه للارتباط دلوقتي، ومنتظر ان هو كل شويه هيقول لك ها بقيتي جاهزه، وتقولي انه كده مش متمسك بيكي وهتفضلي مستنيه ان هو لو فعلا كان عايز كان حاول مره واثنين وثلاثه. لا، هو شايف حاجه تانية خالص. هو شايف ان الكره في ملعبك، هو خلاص ابدى اهتمامه. وبرضه زي لما راجل كده ولا حاجه يخون واحده بيعتذر وبيندم وكل حاجه، بس لما تيجي تقول له طلقني وانا مش عايزين نكمل يزعل ويقول هي بعتني عند اول حته، هي مش متمسكه بيا. احنا عندنا مفهوم خاطئ عن فكره التمسك المطلق، ان احنا مفترضين ان دايما مهما قلت للشخص ان هو هيكون رد فعله التمسك، فاقول له خلاص مش عايزاك وابقى مستني ان هو متمسك، واقول انا قلت مش عايزاه بس انا قصدي ان هو يحاول مره تانية ويحاول مره تالتة. لا، قصدي دي انت اللي متخيلاها، عشان متخيله ان الحب هو التمسك المطلق، والواقع ما بيقولش كده. وتبقي عامله له بلوك في كل حته وفي كل طريقه وقافله عليه كل الطرق، ومنتظره ان هو يحاول من معرفش ازاي ان هو يحاول يوصل لك. وعلى فكره بقى، ان حد يفضل متمسك بيكي وبيحاول مره واتنين وعشرة بعد ما ان هو كل ده عمال يترفض، ده على فكره مش دليل ان هو بيحبك ولا اي حاجه.